تحدث النجم الجزائري السابق علي بن شيخ عن المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث تحدث مطولا عن المنتخب المغربي وقال إنه بإمكانه أن يحدث ضجة في المونديال. وأكد علي بن شيخ في تصريحات فوت أفريك أنه يأمل في تألق المنتخبات الإفريقية وبلوغ دور نصف النهائي من المونديال. وقال الجزائري: الكاميرون والسنغال على وجه الخصوص في وضع جيد لتحقيق التأهل للدور الثاني من المونديال. يمكن لتونس والمغرب أيضا خلق ضجة كبيرة. وكأس العالم قطر. وواصل: كأس العالم هي بطولة تتطلب الكثير وتريد بالخصوص حضورا عقليا وجسديا وتكتيكيا مثاليا. من هناك يجب أن تظهر المنتخبات الإفريقية الأربعة الكثير من الصرامة والتركيز للذهاب بعيدا جدا في هذه النسخة 22 من المونديال. وخدتم لم يسبق لإفريقيا أن نجحت في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم. نأمل جميعا أن تنجح في الوصول للمربع الذهبي. مع بدء العد العكسي لانطلاق نهائيات كأس العالم 2022، شرعت الجماهير المغربية في التوافد على قطر من أجل تشجيع أسود الأطلس للبصم على مشاركة جيدة تشرف كرة القدم المغربي. ووفق مقاطع الفيديو والصور التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، فإن كثيرا من المغاربة حطوا الرحال بالعاصمة القطرية الدوحة لتقديم الدعم لرجال الناخب الوطني وليد الكراكي. ويبدو أن الجماهير المغربية عازمة على خلق الحدث خلال حضورها للعرس الكروي المونديالي. ويبقى ظهور إحدى الفرق الموسيقي الشعبية المغربي عيساوة في كورنيش العاصمة القطرية الدوحة، وخلقها لجو من المرح والانبهار من طرف باقي المشجعين بإيقاعاتها الموسيقي، مؤشرا قويا على ذلك. ومن شأن توقيع الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم الاتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والخطوط الملكية المغربي لتنظيم رحلات استثنائية وتسهيل سفر الجماهير المغربية إلى قطر لتشجيع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم، أن يساهم بشكل كبير في تواجد قياسي للجماهير المغربية في المونديال القطري. وفي سياق متصل، أعلنت الجالية الجزائرية المقيمة بقطر رسميا عن تشجيع ومساندة المنتخب المغربي في كأس العالم. ويرى كثير من الجزائريين أن تشجيع المنتخب المغربي دين في عنقهم، على اعتبار تشجيع المغاربة ومساندتهم القوية للمنتخب الجزائري في كأس إفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر.